يا صباح الخير أو مساء الخير حسب ما بتشوفي الفيديو. يلا جهزي المشروب المفضل بتاعك وتعالي بقى ندردش شوية كده مع بعض. ازاي تحافظي على سلامك النفسي في وسط كل الزحمة اللي عندك دي؟ من أكتر الحاجات اللي هتساعدك انك تكوني أحسن وتنتجي أكتر انك تدوري على وقت لنفسك تعملي فيه حاجة بتحبيها. لازم تكسري الروتين اللي عندك حتى لو يوم في الأسبوع. لو انت متعودة تعملي كل يوم نفس الحاجة، اكسري الروتين بقى يوم في الأسبوع وانزلي مع صحابك او اعملي قعدة رايقة كده لنفسك. اشربي حاجة بتحبيها، شغلي فيلم حلو، مسلسل حلو بتحبيه، واقعدي فضي دماغك من كل حاجة. مش شرط عشان تكسري الروتين تعملي حاجات، يعني تطلعي برا البيت او تخرجي يعني لو انت عندكيش الامكانية ان انت مثلا تنزلي برا البيت. بأبسط الأشياء انتي ممكن تجددي وتكسري الروتين اللي عندك وتعملي أجواء خاصة بيكي انتي. فبجد يعني من أكتر الحاجات اللي هتفرق معاكي. من الضروري تتخلصي من كل الأشياء القديمة عندك أو اللي انتي مبقتيش محتاجاها. مش قديمة بصفة عامة، أقصد يعني حاجات انتي متقدري تستغني عنها. عاملة كركبة زيادة، ده بيأثر عليكي وعلى مودك ودايما بتحسي الدنيا مكركبة حواليكي. فمن الافضل انك تعملي جرد كده كل مثلا شهرين او حاجة، على حسب عاداتكم في البيت وعلى حسب برضو الحاجات اللي عندك وكده. حددي الوقت واعملي جدول ان انتي في اليوم الفلاني هعمل جرد واشوف ايه اللي انا مش محتاجاه، والحاجة اللي تصلح ان انا اتبرع بيها اتبرع، والحاجة اللي خلاص ان هي ما تنفعش فانا هضطر ان انا ارميها. في ناس كتير عندها حب اقتناء اشيائها وبجد من الصعب جدا ان هي تفرط فيها. على فكرة انا كنت حد من الاشخاص دي، وكان من الصعب جدا ان انا افرط في حاجة بتاعتي او ان انا حتى لو مش محتاجاها. بجد كان عندي هوس كده. الذكريات دي كان ليها معايا ذكرى فانا هشيلها، يعني كنت دايما بفضل اجمعهم في درج وصعب عليا ان انا اتخلص منهم حتى لو ورق، يعني حاجة كده صعبة. فبجد لا، خدوا الخطوة اللي انتوا تتخلصوا من كل الاشياء اللي عندكم اللي انتوا مش محتاجينها، هتفضوا مكان وتحسوا البيت بيتنفس. دي من الحاجات فعلا فعلا هتحافظ على سلامكم كده، وتحسوا ان انتوا جددتوا طاقة جديدة جوه البيت. من اكتر الحاجات بقى فعلا اللي المفروض كنت ابدأ بيها الفيديو وهتساعدكم فعلا على ان انتوا تحافظوا على مودكم وروقانكم، ان انتوا تبعدوا عن القيل والقال. مين قال ايه عليا، مين بيقول ايه، فلانة بتقول ايه على ايه. بصوا بجد وجع دماغ وجع دماغ وبتستهلكوا طاقة كبيرة قوي قوي قوي. انتوا تقدروا ان انتوا كنتوا تنجزوا حاجات كتير في الوقت ده، حتى لو انتوا بتسمعوا دماغك بتمليها بحاجات حرفيا بتعطلك عن مهام كتير تقدري تعمليها في يومك. حتى انك تقعدي تستجمي من غير ما تفضلي تفكري يا بجد فلانة حصل معاها كذا ودي قالت كذا ودي عملت كذا. فحاولوا على قد ما تقدروا تبعدوا عن القيل والقال والقعدات بتاعه النم وكده. بجد بتشحنكوا كمية طاقة بتطلعوا حاسين انتوا مش مرتاحين، والسبب في ده ان انتوا مليتوا دماغكم بحاجات كتير قوي، بتدخلوا في عقلكم حاجات كتير قوي انتوا مش هتستفادوا بيها حاجة خالص الا ان انتوا ترهقوه وتشغلوه زيادة عن اللزوم. حاجات هتساعدك ان انتي تبدأي يومك بطاقة حلوة وتحسي ان انتي عندك يعني قوة كده ان انتي تكملي باقي اليوم. اول ما تصحي خدي شاور واستمتعي كده بالوقت. اصحي قبل مثلا البيت ما بيصحى. عموما لو انت عندك اطفال، جوزك هتفطريه كذا، المفروض تصحي قبلها عشان ما تبقيش عماله تجري 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 في كل حاجه وتجهزي وتشوفي هتحضري شنطه طفلك، وتعملي كذا عشان تنزليه والفطار و ليه بقى الجري ده؟ من اكتر الحاجات اللي هتعكنن عليكي باقي اليوم هي النقطة دي، ان انت صاحية بتجري. مفروض البني ادم لما بيصحى من النوم يعني حاجة لا اراديا كده بيبقى هادي، ما بيقدرش ان هو حتى يبذل مجهود في الكلام. يعني انا مثلا شخصيا بستغرب الناس اللي تصحى من النوم تفضل تتكلم 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 كده، مفيش حد اصلا كده، حاجة صعبة. فاصحي بدري. عموما مثلا لو قبليها حتى بنص ساعة، نص ساعة دي تاخدي شاور سريع، وبعدين تعملي حاجة تشربيها، تشوفي انتي ايه اللي محتاج مثلا تعمليه قبل ما هم يصحوا ولو صحيوا هيعطلوكي. وبعد كده بقى تستقبلي اليوم. بس هتحسي فرق معاكي قوي، فرق معاكي جدا باقي اليوم انتي مش صاحيه متعكننه. هتحافظي على سلامك النفسي بانك ما تدخليش نفسك في مقارنات.
المقارنات عموما بصفة عامة اول ما تحطي نفسك في الزون دي حقيقي انت هتتعبي. عموما بقى قسيها في كل حاجة. مقارنة مثلا بينك وبين نفسك، فلانة احسن مني في كذا، فلانة عملت كذا، فلانة راحت، حد مثلا من عيالك، بتقارني بين عيالك وبين قرايبهم، بين صحابهم، بتقارني بيتك ببيت غيرك. كل واحد فينا له حياته الخاصة. ففكرة ان انتي تدخلي نفسك في المقارنات دي حقيقي بترهقك نفسيا وجسديا. يعني بتفضلي تفكري زيادة عن اللزوم، وده مش صح. يعني دربي نفسك على الامتنان. تفضلي كل يوم كده قبل ما تنامي، ولو عندك اولادك علميهم من هم صغيرين، حقيقي هتفرق معاهم قوي ده. يعني هيفرق معاهم. تفضلي تقول لهم يعني ايه الحلو اللي حصل في اليوم النهارده، ان مثلا نقول الحمد لله على اللي حصل كذا، وان الحمد لله ان احنا عندنا سرير بننام عليه اخر اليوم، الحمد لله ان احنا نايمين في تكييف او في مروحه، الحمد لله على نعمه البيت والسقف. كل حاجه دربي نفسك عليها ودربي ولادك، وهم لما يلاقوكي بتعملي كده هيحسوا فعلا ان هم حواليهم نعم كتير. مش هيطلعوا بقى اطفال ناقمين على الحياة وشايفين مهما تعملوا معاهم انتي وبابا ان انتوا بتعملوش حاجة. فحقيقي دي من اكتر الحاجات اللي انتي لازم تتدربي عليها نفسك، وتدربي افراد الاسرة في البيت كمان عليها. انتي بيكون عليكي جزء كبير قوي في البيت. مش بقول ان انتي بتعملي كل حاجة لوحدك، بس بما انك الام واغلب الوقت بتكوني مقضياه في البيت مع اطفالك او مع جوزك، فانتي تقدري ان انتي تغيري اي عادة او تبني عادة جديدة. التخلص من كل العلاقات السامة. يعني جه الوقت بقى كفاية تستنزفي في نفسك وروحك وعقلك وتشغلي بالك بحاجات كتير قوي 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 انتي تقدري تتخلصي منها وتنهي العلاقة السامة دي. ليه تفضلي حاطة نفسك في نفس الدايرة وكل مرة تقولي يمكن الشخص ده هيتغير؟ لأ، خلاص احنا ادينا فرصة 2 3 10. كفاية نفسك. يعني نفسك دي ليها حق. فجي الوقت ان انتي تتخلصي من اي علاقة سامة ايا كان بقى علاقة. يعني انا مش بقول ان انتي خلاص تبقي عايشة لوحدك في الدنيا، بس ليه ترهقي نفسك وتعملي مجهود مع حد فعلا بيأذيكي؟ فالاحسن لسلامك النفسي ان انتي تتخلصي من العلاقات دي كلها. تقبلي عيوبك. يعني اي عيب فيكي مجرد ما تتقبليه هتقدري تغيريه، غير ان انتي عمالة تتغاضي عنه وشايفة ان ده مش موجود اصلا. لا، انتي مثلا شخصية عنيدة، فتبقي عارفة ان انا عنادية وبحب العند فخلاص احنا حطينا ايدينا على المشكلة. نقدر بقى ايه؟ ندرب نفسنا نغير من ده. اي موقف الاقي ان انا هعند اقول لا، ستوب. ليه؟ هل يستاهل او لا؟ ولا عشان انا عايزة ارضي الحتة اللي جوايا بتاعت العند؟ فدربي نفسك على ده ايا كان العيب اللي فيكي. وعموما عشان تبني عادة جديدة انت محتاجة مثلا من 21 يوم ل25 يوم، وهتلاقي نفسك ان انت خلاص بقيتي تعملي الحاجة دي بصفة طبيعية، مش محتاجة ان انت تبذلي فيها مجهود ايا كان بقى العادة دي ايه. وفي النهاية اتمنى تكونوا يعني استفدتوا ولو 1% من البودكاست ده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم وكومنت كمان واشتراك في القناة لو اول مرة تسمعوني. بحبكم قوي واستنوني ان شاء الله في بودكاست قريب.